اضطروا ياكلوا لحم زمايلهم عشان يعيشوا. سنة 72 فريق أولد كريستيانز للرجبي من أوروجواي كانوا بيستعدوا لمباراتهم في تشيلي. معظم لاعبي الفريق كانوا شباب بيركبوا طيارة لأول مرة في حياتهم، لدرجة إن بعضهم جابوا معاهم قرايبهم. بعد إقلاع الطيارة الطقس بقى سيء جدا، والطيار هبط اضطراريا في مدينة مندوزا الأرجنتينية عند سفح جبال الأنديز. تاني يوم الطقس بقى أحسن، أو هم افتكروا إن الطقس بقى أحسن فأقلعت الطيارة تاني. بس قابلوا مطبات هوائية أجبرت الطيارة إنها تخفض ارتفاعها، فخبطت الطيارة في الجبل، وأدرك الركاب إن رحلتهم الأولى هتكون الأخيرة. وقعت الطيارة فوق الجبال المتغطية تماما بالتلج، وفقد عدد من الركاب حياتهم واحد ورا التاني لحد ما اتبقى 29 أحياء من أصل 40 راكب. فضلوا فوق الجبل على ارتفاع 4000 متر ودرجة حرارة -30 من غير أكل ولا شرب. صوت الراديو اللي كان بيطمنهم إن في حد بيدور عليهم أعلن إلغاء عمليات البحث، وبقوا لوحدهم وسط الجبال والتلج بدون أكل لأيام طويلة. ظروف قاسية اضطرتهم لاتخاذ قرار أشد قسوة. حلهم الوحيد عشان ياكلوا كان أكل لحم زمايلهم اللي توفوا بعد ما التلج حفظها من التعفن والتحلل. الموضوع طول قوي، وبدأ عدد أكتر من الناس اللي كانوا عايشين يفقدوا حياتهم. فخرج روبرتو كانيسا وناندو برادو في مهمة مستحيلة، من غير معدات تسلق ولا ملابس مناسبة، وبأجساد ضعيفة مشيوا 10 أيام بحثا عن المساعدة. ويوم 18 ديسمبر بعد ما كانوا فقدوا الأمل تماما، ظهر مزارع تشيلي راكب حصان، قدم لهم أكل وتواصل مع السلطات اللي نجحت في إنقاذ 14 شخص هم بس اللي نجيوا مع كانيسا وبرادو بعد 72 يوم فوق جبال الأنديز. كانيسا بقى أحد أشهر أطباء قلب الأطفال في أوروجواي، وكرس حياته لإنقاذ حياة الآخرين. أما برادو فاحتاج شوية وقت عشان يتأقلم على وفاة أمه وأخته اللي فقدهم في حادثة الطيارة. وبعدين نشر كتاب ناجح جدا اسمه معجزة في جبال الأنديز، بيحكي قصتهم الملحمية وصراعهم للبقاء على قيد الحياة.